الزبده بدرجه حراره المطبخ. كنضيفوا عليها معلقه كبيره ديال الملح، معلقه كبيره من الهريسه، معلقه كبيره من الزعتر مطحون، ثوم بودره كذلك معلقه كبيره، معلقه صغيره ديال السكر ومعلقه صغيره ديال الموطرد، خماره ديال الحلوى فئه 8 غرام، كاس خليط ما بين زيت الزيتون وزيت نباتيه وجوج حبات ديال البيض. غدمجوا هاد العناصر كلها اللي قلت لكم وكتضيفوا عليها الدقيق بالتدريج حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه. السر باش يجيوكم هاد الصابلي ديالكم يجيكم مزيان ويبقى في نفس الشكل ديالو من بعد ما كطيبوه، هو انكم ما تدلكوش العجينه، فقط كنلموها بدون دلك. كنديروها في بلاستيك غذائي وتندخلوها للثلاجه مده نص ساعه قبل ما نستعملوها. كنخرجوها وكنطلقوها بالدلاك وكنقطعوها بالمراشم اللي بغينا وكندهنوها بيضه كامله ونحطوا عليها الزرارع اللي بغيتو، سواء اللوز سواء فرماج سواء زعتر، كيبقى لكم الاختيار. كتجي رائعه جدا بصحه وراحه.